نعم. معلش سؤال كمان يا شيخ لو سمحت بعد تفضل. إذنك. هو مش سؤال، هو في شغلة ملاحظة بدي أحكيها، أنت أكيد عارفها يعني، بس إني حاب أذكر فيها، وهي مم. بموضوع المناظرة اللي كانت مع الشيخ الحسيني. نعم. شيخ، بس أنا لاحظت إن أنت لما تيجي تتكلم عن مثلا الأشاعرة أو عن الشيخ الفلاني أو عن الروافض، مثلا لما أدخل على التعليقات أو حتى أشوف ردود لشيوخ نفسهم عليك، مثلا كلهم بيكونوا بيحكوا إنك أنت بتطعن في العلماء، بتطعن في عرض كذا، أو يعني بس ما في حدا برد عليك رد علمي. يعني مثلا أنت بتحكي لهم إنه الإمام النووي أنفى كذا، فما حدا بيجي برد رد علمي على هذا الموضوع، وكلهم بيحكوا لك أنت بتطعن فيه. طب أنت مم. اترك موضوع الطعن ورد على يعني رد على كلام الشيخ لما قال لك إنه والله الروافض فيهم كذا أو الشيخ الفلاني قال كذا. ما حدا برد على كلامك، هم بس باخذوا الموضوع إنك أنت بتطعن في فلان، بتطعن في فلان. أنت ما لك مصلحة إنك تطعن بفلان وكذا. فمش فاهم يعني، وجهة نظرهم هي غريبة الصراحة. هو لو كان عندهم رد على الطرح العلمي لردوا عليه، ولكن لأن ما عندهم رد فيقولون هذا يطعن بالعلماء. على فكرة لو كانوا صادقين لن يقولوا يطعن بالعلماء، سيقولون يبدع الأشعرية. لأن يطعن بالعلماء معناته أنا ماسك النووي أقول ابن الكذا وفعل وترك، وأنا لا أفعل ذلك. فإذا أنا أقول الأشعرية مبتدعة وهذا أشعري. عندك جواب علمي على عيني ورأسي، ما عندك جواب علمي لا توصف فعلي توصيفا سيئا. فهذا هو بالضبط. الذي يعني نريده منهم. معلش شيخ، بس كمان ملاحظة أخيرة بخصوص المناظرة كمان. مهم. أنت وجهت أسئلة كثير للشيخ، وأنت في آخر المناظرة في آخر إشي أنت قلت له إني أنا وجهت لك أسئلة وما رديت عليها، كانوا 7. فحكى لك إنك أنت قلت لي 7 أسئلة وأنا ما بقدر أرد عليها كلها. وبالواقع أنت من أول مناظرة إلك وجهت له سؤالين، بعدين السؤالين زدتهم كمان 2، بعدين زدتهم 4. فهو من الأول ما كان يرد على الأسئلة، فتراكموا عليه وتجمعوا عليه بالأخير وقال لك أنا ما بقدر أجاوبهم كلهم. بس أنت بالأصل كنت تسأل بالبداية سؤالين سؤالين. فبرضه هاي الشغلة مهم. يعني انتبهت لها. صحيح. وهي يعني المناظرة 4 ساعات، لو كانت 20 سؤال لاستطاع يعني، لكن أحيانا صح. الإنسان الله المستعان.